الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم وفي هذه المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال اوروبا. كرة ديبس اللاعب الهولندي، تمريرة رائعة الى الخلف، تعود من جديد والتسديدة جميلة جدا جميلة جدا. هذه الكرة الماضية من اللاعب بن زيدان، يطلع ممتازة من زيدان، يحاول فيها تمريرة جميلة جدا وفرصة لليوفي. ضاعت هذه الكرة. أنجيلو ديلوديو حاول في الكرة الماضية من الجانب الأيمن، ممتازة إلى الجهة اليسرى، صاحب القدم اليسرى القوية روبرتو كارلوس، بينما التسديدة ممتازة، لكن عند حارس المرمى الحارس السدد في فرصة لمصلحة اليوفي ديل بييرو والتسديدة، ولكن اصطدت في الحائط البشري. لكن زيدان، يا سلام يا زيدان، يا سلام يا زيدان، كاد أن يسجل زين الدين زيدان، كاد أن يسجل لليوفي الهدف الأول في مميزة. هيرو صاحب القدم اليمنى القوية، وهنا هيرو والتسديد، يا سلام، ولكن حارس المرمى أنجيلو بيروسي يتصدى لكرة المدافع الأسباني، والكرة في الأخير تحولت إلى ركنية هنا الإعادة. يا سلام يا سلام على التسديد، سيدورف على التنفيذ، يلعب لها كرة عالية والطويلة والراسية جميلة، ولكن إلى خارج الملعب تحولت. مياتوفيتش يكشر عن نيابه ويحاول ان يسجل ويحاول ان يعطي الفارق لريال مدريد. وفرناندو سانز، وكذلك هنا تسديده ممتازه ولكنها بعيده الى خارج ملعب ادغار ديفيدز، سدد لك كره اللاعب الهولندي، صح تسديدات قويه وكما ذكرت شاهد الكره والتسديده الرائعه على الجهه اليسرى عند اللاعب مياتوفيتش، يتقدم ممتاز، مرور جميل جدا مياتوفيتش، والعرضيه والريال قريبا من التسجيل، ولكن راؤول غونزاليز تسديدته كانت بالقوية، ستأتي من روبرتو كارلوس، أرضية زاحفة، ولكن إلى خارج الملعب تحولت هذه الكرة، إلى خارج الملعب تحولت هذه الكرة. ريال مدريد يبحث عن بطولته السابعة وكما ذكر. الرحمن الرحيم. الشوط الثاني ينطلق أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان من هذه المباراة النهائية في وسط الملعب لمصلحة ريال مدريد. ريدوندو يتقدم، يسقط، يطالب حكم اللقاء بخطأ، وديشام يطالب حكم اللقاء بإعطائه بطاقة صفراء نظرا لتصنعه السقوط داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم لا يشير لا لخطأ ولا لبطاقة لمصلحة اليوفي. كرة منقولة طويلة وعالية، الراسية لم تأتي كما كان يريد اللاعب لوليانو في فرصة خطيرة تضيع لليوفي. شاهد الكرة، لوليانو أراد أن يلعب الكرة براندي إدغار ديفيدز، عنده اللاعب سيدورف، ولكن عرضية لا تأتي، والتسديدة جميلة من إنزاغي. يظهر فيليبو إنزاغي أخيرا بفرصة مهد فيها الكرة والسداد. ديل بييرو، نعم ديل بييرو إلى زيدان يترك الكرة ديل بييرو، بينما هنا فرصة ولكن حارس المرمى إنزاغي يظهر ولكن بفرصتين ضائعتين لنادي يوفنتوس. هنا نشاهد زيدان سدد الكرة، صدمت في الحائط البشري. مدريد كرة تلعب، تسديدة من بعيد ولكن إلى خارج الملعب. ثانية جميلة لريال مدريد، وهنا فرصة ولكن الدفاع، الكرة ما زالت روبرتو كارلوس، مياتوفيتش، جول! مياتوفيتش يسجل لريال مدريد، وفرحة كبيرة لجماهير ريال مدريد في ملعب امستردام ارينا. فرصة عند ديل بييرو يتقدم والعرضية جميلة. إنزاغي كاد أن يعادل النتيجة. فيليبو إنزاغي خصوصا والعداء الكبير بين اليوفي وبين الميلان، بينما هنا إدغار ديفيدز يتقدم الهولندي. ضاعت كرة التعادل من الهولندي، تقدم وحاول مرة وسدد، ولكن عند حارس على التنفيذ. زيدان يلعب الكرة الطويلة ولكن إلى خارج الملعب، وكأنه أرادها مباشرة إلى المرمى اللاعب زين الدين زيدان، ولكن الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لريال مدريد. مدافع ريال مدريد، والكرة تعود من جديد اليوفي، عرضية جميلة وفرصة إنزاغي، ولكن يبدو أنه كان متسللا الإيطالي، لكن هنا كرة اسبانية لريال مدريد، وصافرة وخطأ، وبعد ذلك لاعب نادي يوفنتوس اللاعب مورينيو
توريتشيلي في كرة لم تكن مقصودة، في كرة لم تكن مقصودة من جانب اللاعب ديل بيرو من الجهة اليسرى إدغار دافيدز، ولكن سيدورف يتدخل، تدخل من سيدورف على مواطنه إدغار دافيدز وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على سيدورف في الكرة الماضية. البطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء من حكم المباراة على سيدورف، بطاقة حمراء. هنا الحكم ماذا يشير؟ يبدو أنه أخطأ الحكم بالفعل، نعم أخطأ، بالتالي يلغي البطاقة الحمراء، يلغي. لا سوكر يتقدم، يحاول كرواتي، لا الوقت ينتهي. ريال مدريد بطلا لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 97-98، وفرحة كبيرة للاعب الريال. Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving to